عارف انت لما تحب تعمل عربيه رياضيه وفي نفس الوقت عايز تعمل عربيه كبيره وواسعه، وفي نفس الوقت عايز تعمل عربيه شيك ولاكجري جدا، وفي نفس الوقت عايز تاخد العربيه دي تحط فيها افضل بطاريات موجوده على الكوكب، وفي نفس الوقت عايز تعمل العربيه دي بسعر منافس وسعر نوعا ما رخيص ويقدر ينافس. دي معادله صعبه جدا ولكنها متحققه في البي واي دي هان. وانا اسلام اشرف من EVS، ودي اول بي واي دي هان في مصر. والجدير بالذكر بقى بان دي اول بي واي دي هان في مصر، ان العربيه دي من العربيات المميزه قوي اللي طلبت من خلال البلاتفورم بتاعنا او الويب سايت بتاعنا evsuq.com. باختصار قوي او بكل ايجاز كده، evsuq.com مجرد ويب سايت هتلاقي عليه كل العربيات الموجوده في مصر، بيوفر لك كل التجار الموجودين في مصر عشان تنقي وتختار منهم اي عربيه، واحلى عربيه ان شاء الله وبافضل سعر موجود في السوق المصري، وتوفر عليك لف كتير قوي يعني. فبغض النظر ان انا معجب بالهان، لا انا معجب بEVsuq ان هو جاب لنا البي واي دي هان او اول بي واي دي هان في مصر. خلينا بقى نبدا ريفيو المعتاد بتاعنا، ونبدا بالوش الفيس الجميل قوي بتاع بي واي دي. لو فاكرين احنا جربنا التانج من حوالي سنه ونص، وقلنا ان في حاجه اسمها دراجون فيس. دراجون فيس بتاع بي واي دي هو الشريط ده كده بيتوسطه الاسم بتاع الهان، مش بي واي دي، ده مش لوجو بي واي دي ولا اسم بي واي دي، هنا اللوجو بتاع او اسم كلمه هان باللغه الصينيه، ده اسمه دراجون فيس. عندنا هنا شريط ليد واخد من اول عربيه لحد اخرها، معدي من تحت الشريط لحد الناحيه الثانيه. حاجات بديهيات قوي اني هقول لك ان هنا كل حاجه فول ليد، وهنا كل حاجه ليد، مفيش اي حاجه خالص هالوجين بقى والكلام ده خلاص ده اتلغى. تحت شويه هنلاقي في فتحتين تهويه فيك شويه او مش معديين قوي، بس شكلهم شرس وشكلهم لطيف. وطبعا الكاميرا الاماميه، وطبعا الكام سنسور اللطاف بتوعنا بيعملوا كام اوبشن حلو هنتكلم عليهم لما ندخل جوه. البوكس اللي تحت ده بوكس بتاع الرادار عشان بنستعمله جوه في الادابتيف كروز كنترول، برضه هقول لكم عليه جوه، مع شريط نيكل الاخير خالص مدي شكل العربيه تجسيمه حلوه وقفله حلوه قوي للوش. فالفيس جميل جدا. نسيب بقى الدراجون فيس وتعالوا نبص على جنب البي واي دي هان شكله ايه. جنب العربيه سيمبل وبسيط، يعني هنلاقي اول حاجه هنلاحظها ان في شولدر لاين واخد من اول الفانوس مكمل معانا لحد اخر العربيه، وفي النص هنلاقي الحاجه اللي بقت نوعا ما تقليديه دلوقتي، وهي المقابض اللي بتدخل وتطلع دي، بتبقى جوه الباب وبتطلع كل شويه او كل ما تحاول تفتح العربيه، ده برده بقى شيء معتاد. النواكل كتير، في نيكل كتير، ادي نيكل، هنا شريط نيكل وهنا شريط نيكل، والفريم بتاع الشبابيك كله نيكل. العربيه في ناس بتقول ان هي من الجنب شويه شبه البيجو 508 شويه، بس مش حاسس قوي الموضوع ده، بس تمام ماشي حالها. بالنسبه بقى اخر حاجه هنا هنلاقي مدخل الشحن. في الهان هنا عندنا مدخلين شحن، ده مدخل شحن الاي سي البطيء، والناحيه الثانيه عندنا مدخل الدي سي السريع. بالنسبه لي الجنوط هنا بتيجي بمقاس ايه؟ فالجنوط هنا بيجي بمقاس 19 45 245. المقاس ده على فكره معتاد وموجود عندنا في الشارع المصري او السهل نوفره. فده الجنب البسيط خالص السمبل خالص بتاع البي واي دي هان. وطبعا بما قلنا في كاميرا اماميه، فاكيد اكيد في كاميرا هنا في المرايه، فاحنا عندنا هنا كاميرات 360 في العربيه كلها. تعالوا بقى ناخد جوله على الظهر بتاع البي واي دي هان ونشوف الشنطه حجمها ايه وشكل العربيه من ورا عامل ازاي. من ورا بيكمل معانا نفس شريط الليد برضو باللون الاحمر، واخد العربيه من اولها لاخرها، ويتوسطوا شريط برضو نيكل لطيف، وتحتيهم بيلد يور دريم اللي هو بي واي دي يعني. فشكل العربيه من ورا برضو لطيف، يمكن قريب برضو شويه من البيجو. تمام. هنلاقي هنا تحت الاكسلريشن، العربيه دي المفروض بتاكسلريت من 0 ل 100 في 3.9 ثانيه بس. عربيه بالحجم والوزن ده، وبالمناسبه العربيه دي وزنها 2 طن و200 كيلو، فده وزن برضو مش قليل خالص، ومش حاجه خفيفه على الاكسلريشن ده. طيب خلينا اول حاجه اقول لكم ان في هنا كاميرا خلفيه برضو كالعاده، في شويه نواكل وشويه حاجات شكليه. تعالوا نفتح الشنطه. الشنطه هنا بتيجي بسعه 490 لتر، بغض النظر عن الحاجات اللي احنا حاطينها هنا دي، فالشنطه هنا بتيجي بسعه 490 لتر، مناسبه جدا على الحجم ده وعلى
الفئه دي من العربيات. فالشنطه لطيفه، هي مش اوسع حاجه في الدنيا ولكنها مقبوله جدا جدا جدا. كده احنا خلصنا، شفنا الشنطه وعرفنا تفاصيلها، والشنطه يعني لطيفه ماشي حالها، مش احسن حاجه بس ماشي حالها. نقفل بقى الشنطه دي، تعالوا نفتح الكبوت ونتعرف مع بعض على مواصفات بطاريات والمواتير اللي بتيجي في البي واي دي هان، عشان فيها شويه حاجات حلوه قوي. تعالوا معانا نشوف الكبوت بتاع الهان موجود فيه ايه. لما نفتح الكبوت بتاع البي واي دي هان هنلاقي كالعاده، تعودوا انتوا على المنظر ده شفتوه قبل كده في البي واي دي التانك. خليني برضو اوريكم حاجه هنا ملحوظه بقولها دايما في اغلب العربيات اللي بتكون اصلا معموله عشان تكون هايبريد او عشان تكون بنزين اصلا، او الشاسيه اصلا بيزد على عربيه بنزين. الهان هنا بيجي منها نسخه هايبريد ونسخه كهرباء، فبالتالي الشاسيه معمول له ديزاين على اساس ياخد جوه موتورين. طبعا احنا عندنا في الكهرباء بس الدنيا فراغ بطريقه فظيعه، فالدنيا هنا فاضيه، لان هنا قدامي يجي 40 سم فاضيين ما فيهمش اي حاجه. كنت اتمنى يكون في استغلال للمساحه دي، حتى لو في مكان شنطه او في مكان يتحط فيه اي حاجه هنا هيكون لطيف، ولكن اوفرول مش مشكله. المساحه الزياده دي كويسه عشان خاطر لو لا قدر الله في حاجه الضرر ما يوصلش بسرعه للكنترولز الاساسيه او الكبيره. نقفل بقى كده ونتكلم على الارقام. في شويه ارقام حلوه قوي محتاجين نسمعها عن البي واي دي هان. الهان بقى يا صديقي بتيجي باربع فئات اساسيين. اول ثلاث فئات مشتركين في المواتير. هقول لك اول ثلاث فئات بيجوا بموتور 163 كيلو وات، بيطلع اللي هو ما يعادل 220 حصان تقريبا، وبيطلع عزم 330 نيوتن متر، وده بيخلي الفئه الاولى قادره تتسارع من 0 ل 100 في حوالي 8 ثواني. الفئه الاولى فيها بطاريه 64 كيلو وات، البطاريه دي بتخلي العربيه قادره تمشي 500 كيلو متر في الشحنه الواحده. دي كده الفئه الاولى خلصت. عشان بس ما تتلخبطش، كل البيانات دي هتلاقيها عندك على الشاشه عشان لو وقعت مني كلمه او انت وقعت مني في حته معينه. بالنسبه للفئه الثانيه فهتيجي برده بنفس الموتور ال 163 كيلو وات، ما يعادل نفس ال 220 حصان، وبيطلع برده نفس العزم 330 نيوتن متر. ولكن ايه الفرق هنا؟ الفرق هنا الوحيد هيكون في البطاريه. فالفئه الثانيه بتيجي ببطاريه 77 كيلو وات، بتخلي الهان قادره تمشي لحد 600 كيلو متر في الشحنه الواحده. الفئه الثالثه زي الثانيه بالظبط من حيث الموتور والبطاريه، فهنلاقي برده نفس الموتور ال 220 حصان ونفس 330 نيوتن متر ونفس البطاريه 77 كيلو وات ونفس الرينج ال 600 كيلو متر. الفروق بس هيكون في شويه حاجات واوبشن بسيطه جوه. هنطول قوي لو كملناها او خليناها كلها في نفس الفيديو، الدنيا هتبقى طويله قوي والوضع هيبقى صعب. فشويه تفاصيل بسيطه جوه هي الفرق بين الفئه الثانيه والثالثه. الفئه بقى الرابعه والاخيره هو الوحش اللي معانا النهارده. فالعربيه اللي معانا النهارده موتورين، موتور امامي وموتور خلفي. الموتور الامامي هنا 163 كيلو وات، ما يعادل 220 حصان زي اخواتها زي الفئات الثانيه، ولكن هنا في اضافه قويه قوي في الموتور الخلفي 200 كيلو وات، ما يعادل 273 حصان. توتال يعني توتال الفرهده دي ايه؟ هقول لك ان العربيه دي بتطلع 493 حصان وبتطلع 680 نيوتن متر من الموتورين دول. هنشوف اكسلريشن رهيب. الاكسلريشن هنا المفروض من 0 ل 100 في 3.9 ثانيه فقط لا غير. 3.9 ثانيه العربيه دي هتكون من 0 ل 100. عربيه بوزن 2 طن و200 كيلو هتسرع من 0 ل 100 في 3.9. بالنسبه للبطاريه فهنا نفس البطاريه 77 كيلو وات، ولكن هنا عشان موتورين والكلام ده فالرينج الرسمي من بي واي دي للفئه دي 550 كيلو متر في الشحن الواحد. الارقام مش ماشيه مع بعضها خالص. لما نكمل باقي الدنيا وتعرف باقي التفاصيل هتلاقي الارقام مش ماشيه مع بعضها او الارقام مش راكبه قوي مع بعض. فالارقام مبهره ولطيفه، ولكن خليني اقول لك حاجه مهمه قوي، معلومه مهمه بحب اقولها وانا بصور اي عربيه بي واي دي، او بقولها في كل عربيه بي واي دي احنا بنصورها. احنا من حوالي سنه جربنا التانج، قلت لكم عليها، عايزكم تشوفوا فيديو ممتع قوي لطيف جدا، وعربيه برده مميزه زي الهان. ومن قريب شهرين كده جربنا البي واي دي يوان، عربيه من بي واي دي رخيصه شويه، كانت سعرها 350 400 الف حاجه في الرينج ده، وقلت نفس الجمله وهقولها تاني في كل ريفيو او كل عربيه تكون من بي واي دي. البليد باتري يا جماعه، البليد باتري دي تكنولوجي بطاريات من بي واي دي، هي تعتبر الافضل في العالم. البليد باتري كانت في تفاوض بين تسلا وبين بي واي دي عشان تسلا تاخد البي واي دي، تاخد البليد باتري تحطها في عربيات التسلا. فنقطه قوه بغض النظر بقى عن الشكل وعن الاذواق وعن الارقام وعن الاسعار، نقطه قوه ممتازه وقويه جدا في الهان هي البليد باتري، ودي في كل عربيات بي واي دي، وهتخليها تتفوق على عربيات كتير قوي ومنافسات كتير قوي في نقطه بغض النظر عن السعر المنافس. دلوقتي احنا خلصنا وقلت لكم الارقام بالظبط، وقلت لكم ايه هي البليد باتري وليه بفضل بطاريات بي واي دي. تعالوا بقى نقفل الكبوت ده كده وتعالوا نشوف الانتيريور بتاع الهان. فيه شويه حاجات حلوه قوي، يعني احلى كمان من البطاريات نتكلم عليها. فتعالوا نشوف الصينيين عاملين ايه في البي واي دي هان في الانتيريور. يلا بينا. شويه الانبهار اللي شفناهم بره بالارقام بتاعت المواتير، بالدايمنشن بتاع العربيه، بالاكسيريشن، بالحاجات ده كله، هيكمل معانا شويه انبهار جوه كمان. الموضوع جوه لطيف ومبهر و
حاجه مدفوع فيها فلوس، حاجه مدفوع فيها فلوس وتستحق قيمتها. انا هبدا معاكم اول حاجه خالص 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 بالخامات. الخامات في اي حته هتحط ايدك عليها هتلاقيها بريميوم، في اي مكان هتحط ايدك عليها هتلاقي خامات نظيفه، يا اما جلد يا اما بلاستيك، بس بلاستيك واخد شكل خشبي كده لطيف حاول يكون باين في الفيديو. فكل حاجه جلد، خشب، بلاستيك عامل نفسه خشب ماشي، نيكل هنا، نيكل تاني، جلد، بلاستيك جلوسي. الدنيا هنا في الماتيريال لطيفه وجميله جدا جدا جدا. بما اننا بنتكلم عن الماتيريال والشكل، تعالوا بقى اقول لكم حاجه لطيفه وعجبتني في الشكل. المكان ده بيشتغل اضاءه امبنت لايت، تبدا هنا في الوان احمر واخضر وازرق وشويه الوان كده مع الاضاءه طبعا الامبنت لايت اللي هي بتكون ماشيه بين الفواصل البسيطه دي بالداير بتاع العربيه كله امامي وخلفي. في حاجه حلوه قوي لو انت متابع معانا هتبقى متوقعها وعارف ان هعملها، انت عارف ان هدوس هنا تروح شاشه لفه كده، انت عارف كده لو انت متابعنا من زمان، ولو انت مش متابعنا من زمان فانت فايتك كتير. في 3 لفات، يعني في 3 عربيات لفوا نفس اللفه دي، فارجع شوفهم، كانت البي واي دي اليوان والبي واي دي التانج. دي ميزه لطيفه بصراحه، يعني حركه ب 2 جنيه ونص زي ما بيقولوا وعبيطه، ولكن لا حلو. انا مبسوط ان انا ممكن استعمل الشاشه بشكل فيرتيكال او استعملها بشكل عمودي او راسي زي ما انا احب زي ما انا عايز. مفيش حاجه ستاندر، مفيش حاجه ثابته مش رابطني بشكل او استخدام معين. شكل الفتيس او شكل الكونسول بشكل عام، عندنا فتحتين التكييف، عندنا الدرج اللي بيفتح ده فيه 2 كاب هولدر، فيه 2 شاحن، شيء طبيعي ومتوقع. عندنا هنا ايه الفتيس شكله لطيف، لسه محافظ على شكل الفتيس التقليدي، بالليل شكله حلو قوي، فيه شويه اضاءات جميله. في المجمل الهان محافظه على الشكل التقليدي شويه، لسه فيه فتيس عادي، لسه الشاشه موجوده عادي، لسه فيه شويه حاجات في مكانها، ولسه الاعداد موجود عادي. هنروح له دلوقتي. عندنا هنا في الشاحن الوايرلس، طبعا هنا في شويه كنترولرز بتاع التكييف وبتاعه اللينك يبقى اسيست كروز كنترول، وعندنا الايكو والسبورت شويه الحاجات دي، وعندنا هنا المكان مساحه تخزين نوعا ما صغيره. لو هتلكك للهان واقول في حاجه فيها مش احسن حاجه او حاجه يعني مش حلوه او مش يعني حاجه كده سلبيه عبيطه ملهاش لازمه، هو ان مساحات التخزين مش اوفر. يعني احنا متعودين في عربيات الكهرباء بصراحه ان مساحات التخزين بتكون كبيره، يعني في مكان ترمي فيه اي حاجه في كل حته. لا الهان طبيعيه خالص، مساحه التخزين فيها مش اوفر خالص. خلينا نبص بصه على العداد والستيرنج. الستيرنج بتيجي بلونين مطعمه زي ما انت شايف كده، اسود فيه احمر على حسب لون الفرش بتاع العربيه. كنترولز بتاعت الشاشه على اليمين، وكنترولز بتاعت مثبت السرعه والاداء في كروز كنترول، شويه الحاجات دي على الشمال. العداد والديجيتال في شويه انفورميشن لذيذه، في شويه حاجات لطيفه بيبين لك العربيات اللي قدامك لو انت مشغل ادابتيف كروز كنترول. يعني عداد قايم بدوره الطبيعي ودوره العادي خالص. بالنسبه لي عدد السماعات، فالعربيه دي تيجي ب 12 سماعه، فالساوند سيستم هنا لطيف و جميل جدا. وفي نفس الوقت تيجي في 12 سماعه هنلاقي عندنا هنا 10 ايرباج في العربيه، فالعربيه فيها ايرباجز من كل حته تقريبا، فدي برضو نقطه قويه لصالح السيفتي. بالنسبه للمساحات بتاعت الجلوس الاماميه، فانا طولي 182 83 حاجه كده مش فاكر، بس انا قاعد مرتاح جدا. مساحات انا عارف من قبل ما نجرب الهان ان احنا مش هنلاقي اي مشكله خالص في المساحات. بالنسبه للكراسي، فالكراسي فيها تسخين وفيها تبريد. يعني انا مصور دلوقتي في عز الحر في رمضان، ولا تبريد الكراسي حلو شغال حلو، ولا وانا حاسس انا مرتاح، انا مبسوط. يعني انا قاعد هنا في الهان مبسوط. طبعا انا موطي التكييف شويه عشان الصوت بتاعت المايك، ولكن انا قاعد مبسوط، انا قاعد القعده هنا لطيفه. طبعا الكراسي كلها هنا كهرباء، الامامي والخلفي، الخلفي كهرباء، ايوه الامامي والخلفي كهرباء، والجانبي كمان كهرباء، كل الكراسي هنا كهرباء. بص لما نرجع ورا في شويه حاجات كده زياده خلينا نشوفها مع بعض. قعده الهان مريحه جدا، كراسي مريحه جدا في كل حته، خامات كويسه. فعلا الفلوس اللي انت هتدفعها هتكون حاسس في كل زاويه ان انت خدت حاجه ذات قيمه مقابل الفلوس اللي انت دفعتها، ويمكن حاجات يمكن قيمتها اعلى من الفلوس اللي انت دفعتها. من احلى الحاجات اللي انا بحبها في بي او دي او في السوفت وير بتاع بي او دي، بغض النظر بقى الهان او التانج او اليوان او السونج او اي حاجه من العيله بتاعه بي او دي الكبيره، هو الشاشه. طب ايه بحب الشاشه دي؟ اكيد مش عشان الحركه دي، الحركه دي لطيفه، ولكن يعني مش دي كل حاجه. في حاجه تانية مهمه ولطيفه وحلوه ومش هتلاقيها غير في العيله بتاعه بي او دي. الشاشه اللي قدامنا دي السوفت وير بتاعها مبني بيزد على اندرويد. يعني ايه بيز على اندرويد؟ يعني ان احنا هنعمل انستول لاي ابلكيشن زي الموبايل او اي ابلكيشن اي بي كي بمعنى اصح، هيبقى فيه انستول والابلكيشن هيشتغل والدنيا هتبقى حلوه وكل حاجه تبقى زي الفل. يعني هي العربيه جايه معاها انستول اوريدي في تيك توك، مش عارف ايه اللي جايب تيك توك على العربيه، مين اللي هيعمل سكرول التيك توك وهو سايق مش عارف، بس هم المصريين عاملين بري انستول للتيك توك. في وي شات وفي كام ابلكيشن كده بتوع الصين، فدي نقطه قوه حلوه قوي. احنا بكل سهوله هنا هنداونلود جوجل مابس، بكل سهوله هنداونلود يوتيوب، فيسبوك،
اي ابلكيشن اندرويد نفسنا فيه هنعرف نعمله داونلود. دي حاجات على فكره مش موجوده في اغلب ايه، في يمكن في اكتر من 95% من العربيات الكهرباء اللي موجوده في السوق المصري او في السوق العالمي عموما يعني. فدي ميزه قويه جدا وحصريه جدا 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 للبي واي دي في موضوع الشاشات وموضوع الانترفيس بتاع الشاشه. تعالوا بقى نرجع ورا عشان في مفاجاه صغيره كده ورا عايز افرجكم عليها في الكراسي الخلفيه. لما نيجي بقى نتكلم على المساحات الخلفيه في البي واي دي هان، فالمتوقع قوي واللي انتوا عارفين ان انا هقوله كده كده العربيه واسعه. شايف الواسعه عامل ازاي؟ الدنيا واسعه جدا. الفيو لطيف هنا مع السقف البانوراما مع شويه حاجات كده لطيفه. الشكل لطيف، الشكل العام لطيف، القعده كويسه. الكراسي برضو على فكره فيها هنا كراسي الخلفيه فيها تهويه وفيها تسخين، والقعده ورا بص يعني ملوكي جدا. فتكمله لموضوع الخامات، فالخامات هنا مكمله زي قدام، ما فرقتش كتير على فكره. يعني الخامات هنا ما بقاش في خامات رديئه او شكل او حاجات مش لطيفه عشان احنا ورا، لا الخامات زي قدام، يمكن في حتت افضل كمان. عندنا هنا في مساحات تخزين هنا صغيره، اي اوراق اي كتب اي حاجه ماشي. عندنا هنا فتحتين تكييف بالكنترول الخاص بيهم. الكنترول هنا فيه شويه حاجات لطيفه، وهنا في تهويه للرجلين ورا مش قدام كمان. ففي شويه حاجات لطيفه، والكنترول هنا منفصل تماما عن الكنترول اللي قدام. في حاجه حلوه قوي 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 هنا، عندنا هنا فيشه 220 فولت، كنت شغال هنا اي حاجه على طول يعني. فيشه صباعين اهي 220 فولت بقدره 2.5 كيلو وات. فدي برضو خطوه لطيفه. معاك شاحن لابتوب، شاحن حاجه، عايز تشغل حاجه معينه، حاجات اللي هي الحاجات اللي اقل من 2000 واط يعني 2500 واط واقل هتشغلهم هنا وانت مرتاح وانت مبسوط، مفيش اي حاجه ومفيش اي مشكله. دي الحاجات العاديه، كل ده عادي ولطيف لحد دلوقتي. الحاجات اللي مش عاديه او الحاجات الغريبه نبداهم بابسط حاجه، وهي ان في جنب الزرار بتاع اللي بيقفل ويفتح الشبابيك عندنا زرار بيكنترول في الظهر. فانا بص بالكهرباء دلوقتي انا كرسي بيرجع بيا شويه، مش عارف ابان في الكاميرا ولا لا، بيرجع بيا حوالي 3 او 4 سم بالكنترول بتاع الظهر بتاع الكرسي. فدي حركه لطيفه وحلوه من بي واي دي. كنا شفناها في حاجه زي الايون، بس الايون كانت مانوال، دي كهرباء. كل بقى اللي فات كل اللي كنا فيه ده طبيعي، كل ده عادي. في بقى تركيبه بسيطه قوي هتنقل القعده في البي واي دي هان من ورا لقعده كده في بي ام دبليو 7 سيريز مثلا، في اس كلاس مرسيدس، فاهمني؟ قاعده هتخلي الموضوع مختلف تماما. اول حاجه دي مساحه تخزين عاديه صغيره فيها مدخلين شحن هنا، تمام. بعد كده عندنا كاب هولدر اهو، مكان كوبايتين لطيف. في بقى حاجه في النص مش هكون باين لك قوي بس انا هحاول افوكس لك عليها. في هنا شاشه، ايوه في هنا شاشه بتكنترول على كل العربيه تقريبا. فانا من هنا هعرف عليه تكييف عادي خالص ماشي، هعرف اغير الميوزك والف الميوزك زي ما انا عايز، هعرف اغير في الامبيانت لايت، الاضاءات كلها اللي تبقى ماشيه هنا كده هتبان اكتر بالليل، مش هتبان طبعا في الشمس اللي احنا فيها دي. اقدر اغير في الاضاءات دي كلها، اقدر اتحكم في كل حاجه تقريبا. تسخين وتبريد الكراسي اقدر اشغله من هنا واقدر اطفيه من هنا. الستاره اللي فوق دي اعرف احركها من هنا برضو. بص في شويه كنترولز لطيفه. ده البرايتنس بتاع الشاشه، من هنا بطفي الشاشه خالص نفتحها تاني. بص في شويه حاجات لطيفه. بالاخر لو انت قاعد هنا ورا كده فانت متحكم في كل حاجه بتحصل في العربيه، كل ما هو ممكن تحتاجه وانت راكب قاعد في الكنبه الخلفيه. اضاءات، اصوات، مكالمات، تك تك كراسي، تهويه كراسي. مش محتاج من الاخر حاجه من اللي قاعد قدام. ممكن ما تكلموش، انت لو مخاصمه اقعد هنا عادي وهتتبسط وانت مش محتاج حاجه. اعتمد على نفسك واعمل نفسك اللي انت عايزه. فالقعده هنا بصراحه ملوكي ولطيفه. وفي حاجه احلى بقى تخليها ملوكي اكتر يعني. بص كده، تعالى احنا نعمل ايه. بص على الكرسي ده، احنا كده دي وضعيه جربناها قبل كده برضو في الجي سي الاي ان ال اكس لو فاكرين. هسيب لكم لينك الفيديو فوق في الاي. بص الكرسي قدام راح ما عادش موجود خلاص. فكده بقى في مساحه قدامي انا لا تقل عن حوالي 60 سم مثلا، حاجه كده يعني 2 فدان. فانا قاعد هنا مرتاح راحه فظيعه. الدنيا عندي هنا واسعه جدا الى ابعد والى اقصى الحدود. كل ده منين؟ كل ده برضو من الشاشه الخلفيه، وهقدر ارجعه تاني برضو من الشاشه الموجوده في المخدع الوسطي اللي ورا، وكل حاجه رجعت لطبيعتها. برضو لو انت مش عايز تستعمل الشاشه في النقطه دي بالذات، هم عاملين برضو هنا زياده تاكيد، عاملين لك كنترول زراير فيزيكال اهي بغض النظر عن الشاشه والتاتش والكلام ده كله، عشان انت لو ما بتحبوش. القعده في المجمل زي ما قلت لك ورا لطيفه، انا قاعد مرتاح ومبسوط. في حاجه نسيت اوريها لكم هنا، في هنا برضو باب صغير كده على الشنطه عشان لو في حاجه جوه عايز تجيبها مره واحده تعرف تجيبها. القعده في المجمل لطيفه، القعده في المجمل لطيفه جدا، وانا قاعد مرتاح ومبسوط جدا بالقعده ورا في البي واي دي الهان. يمكن لو عندي تعليق سلبي وحيد هيكون مساحه السقف، شويه ساعات بتضايقني شويه يعني. انا بيني وبين السقف تقريبا صباعين او 3 بالكتير قوي. بتضايقني شويه، مش اوسع حاجه.
كان ممكن الكرسي يبقى ينزل تحت يعني سنتي واحد بس كفايه، بس مش هتضايقك قوي يعني، مش الشيء المزعج يعني. انا لو قاعد كل الحاجات دي موجوده اكيد مش هتضايق انا من السنتي ده، واقعد كل شويه اقول لا السقف كان لازم ينزل سنتي، ولا مش هعمل كده اكيد، عشان هبقى مبسوط ومبهر بكميه الاوبشن والفانكشن اللي حواليا والحاجات اللي انا هقعد العب فيها طول الطريق اصلا. فالهان من جوه مبهره زي من بره بالظبط. فانا مبسوط جدا ب القعده الخلفيه بالهان، ويعني نفسي اركب ورا اكتر ما اركب قدام بصراحه. يعني عايز اركب قدام عشان الاكسلريشن والجنان اللي احنا هنشوفه دلوقتي في الدرايف تيست، وعايز اركب ورا عشان بص الانتخه والروقان بصراحه. فكده احنا خلصنا الكراسي الخلفيه والكنبه الخلفيه ورغينا بما فيه الكفايه. فخلينا بقى دلوقتي نطلع نعمل الدرايف تيست ونشوف اداء الهان، نشوف ارقام الهان عامله ايه وبتترجم ازاي على ارض الواقع. فيلا بينا نعمل درايف تيست ونشوف الهان بتقول ايه. بعد ما دردشنا عن الهان وعرفنا كل تفاصيلها وعرفنا الارقام اللي فيها، ارقام قد ايه، ارقام فيها شويه ارقام مميزه ولطيفه، جت بقى لحظه الحقيقه. تعالوا نشوف الارقام دي مترجمه لايه على ارض الواقع. اول حاجه نبدا نتحرك كده بسم الله الرحمن الرحيم بالبي واي دي هان. الشعور الاولي والطبيعي في اغلب عربيات الكهرباء الهدوء، هدوء تام، مفيش اي نوع من انواع الاصوات خالص. لو انت اول مره تشوف فيديو دي لعربيات الكهرباء فمفيش اي نوع من انواع الاصوات نهائيا. انت لو سامع صوت هيبقى صوتي وصوت تكييف، مفيش اي حاجه ثانيه خالص. اي نوع من انواع الاصوات موجود في محيط العربيه. العربيه هاديه، السسبنشن لطيفه. مبدئيا كده هي العربيه السسبنشن الامامي ماكفيرسون، والسسبنشن الخلفي مالتي لينك، عشان العربيه دي عندنا الدول موتور، موتورين، موتور امامي وموتور خلفي. فبالتالي عندنا في الخلفي مالتي لينك، مش تورشن بيم ثابت، لا عندنا مالتي لينك عشان الموتور الخلفي. العفشه دي بقى عامله ايه، او نظمت عليه دي عامله ايه في الاكسلريشن وفي التوب سبيد وفي الهاندلنج بتاع المواتير العملاقه الموجوده في البي واي دي هان. اول حاجه النسخه دي لو انت مش مركز قوي او ما كملش الفيديو من الاول، فاحنا معانا دلوقتي تحت رجلينا في 493 حصان و680 نيوتن متر. يعني مجرد ما بتدوس كده الموضوع بيختلف ونفسنا ايه، طرنا في حته فظيعه خالص. فانت الكاميرات هتجيب لك ايه اللي حصل دلوقتي. فتحت رجلينا رقم مش قليل من الاحصنه. عشان الاحصنه دي نعرف نستخدمها بشكل كويس، وعشان يكون مفيد مش مضر، لازم يكون في هاندلنج بشكل كويس، لازم انظمه التعليق تكون كويسه، لازم يكون الموضوع مدروس، مش مجرد ارقام وشويه احصنه بنرميهم في العربيه ونقول اوف العربيه دي بتعمل ريكورد، او العربيه دي بتجيب اكسلريشن وبتجيب ارقام وخلاص. الماكفيرسون الامامي والمالتي لينك الخلفي شغالين بامتياز على العربيه دي. العربيه دي طولها 5 متر، عشان تعمل هاندلنج 5 متر فيهم 500 حصان ب 680 نيوتن متر، الموضوع ده مش سهل خالص ومش سهل اطلاقا. فانا ما حسيتش باي حاجه وحشه خالص في العربيه دي في طول التيست او في طول الاكسلريشن تيست والدوس اللي بندوسه يعني بنستعفى عليها شويه عشان نعرف لو في حاجه غلط نعرفها على طول. لا العربيه ممتاز جدا. كانت ثابته معانا في يعني 95% من المواقف بتروح مكانها صح، تفضل ماسكه اللين صح، كل حاجه مكانها وكل حاجه مظبوطه بشكل دقيق وبسيط. يعني مفيش مره اتزحلقت من هنا، مره راحت يمين، مره راحت شمال، لا الكلام ده مش موجود خالص في البي واي دي هان. فانا هدي ريت كويس قوي دي النقطه بتاعت البرفورمانس، لان البرفورمانس كويس بلس كده عندنا السيستم المخدم على البرفورمانس كويس. طبعا العربيه فيها تراكشن كنترول، في اي اس بي، اي بي اس، اي بي دي، كل الحاجات الجميله ب 3 حروف دي بتاعتنا موجوده في البي واي دي الهان. فده بالنسبه لي النقطه بتاعه البرفورمانس. طيب لو جينا نتكلم شويه على السيفتي، فبرضه هقول لك الاي اس بي والاي بي دي والحاجات دي كلها تبع السيفتي. احنا عندنا هنا في ادابتيف كروز كنترول، او عندنا السنسور بتاع الادابتيف كروز كنترول ده بيخلينا نقدر نعمل امرجنسي بريك. لو احنا ظابطين العربيه انها تعمل امرجنسي بريك على بعد مثلا متر او 2 متر من العربيه اللي قدامنا، بالتالي لما يكون في عربيه قدامنا اوريدي العربيه بتعمل لوحدها، تعمل لوك لوحدها، بتعمل بريكنج للعربيه. ده جزء من انظمه السيفتي. طب سيفتي عندنا ايه تاني؟ عندنا 10 ايرباج في العربيه دي، فانت كل زاويه تقريبا يعتبر فيها ايرباج، فدي نقطه لطيفه. سيفتي تانية في تفصيله محدش هياخد باله منها، او محدش اي حد هياخد باله منها غير اللي ركب العربيه وربط الحزام هنا بيعمل لوك ويبدا طول الوقت بيسحب عليك، يحاول يلزقك في الكرسي بتاع العربيه، مش مجرد حبل ماسكك وخلاص، او طول الوقت بيحاول يشد عليك عشان خاطر يخليك انت والكرسي بتاع العربيه قطعه واحده. ودي حركه انا بحبها قوي. دي بالنسبه لي انظمه السيفتي. بالنسبه لي الترفيه فلا حدث ولا حرج. يعني عندنا شاشه هنا ما شاء الله يعني داخله فيه 18 انش تقريبا، مش صغيره خالص. احلى ما فيها ان هي تعتبر اندرويد، فاي حاجه اي سوفت وير اندرويد احنا هنعمل له انستول هيشتغل، اي حاجه هنعملها انستول هنشغلها، عندنا نشغل جوجل مابس، نشغل يوتيوب، نشغل اي حاجه احنا نفسنا فيها. فمن حيث الترفيه
فدي شاشه ليها لازمه. يعني انا بقول اوقات كتير لو انت بتابعني من زمان هتلاقيني في عربيات معينه بقول لك الشاشه هنا لطيفه، السوفت وير جميل، ما بيعلقش، ما فيش تهنيجه، ما فيش خطا تكنيكالي، بس ملاش لازمه مش هنعمل بيها حاجه. وما اكثر العربيات دي، يعني العربيات دي كتيره مش قليله، فما عدا عربيات BYD في المطلق، اغلب العربيات دي او كل عربيات BYD السوفت وير بتاع الشاشه بيساعدنا ان احنا نستفيد بشكل صحيح جدا من الشاشه العملاقه دي، ونعرف عندنا يعني ليها كذا شغلانه، يعني ليها شويه حاجات كده حلوه نستعملها في الشاشه. بالنسبه للقعده والخامات، لا القعده كويسه. اول حاجه البوزيشن بتاع الكرسي محطوط صح، مدروس صح، مش حاسس ان انا قاعد فوق، الفيو مظبوط، مديني البوزيشن بتاع الرياضيه اللي انا محتاجه في وقت من الاوقات. لما باجي اعمل اكسلريشن انا محتاج اكون قاعد تحت، محتاج اكون ماسك كويس، محتاج اكون متسنتر، مش محتاج اكون فوق باصص على الدنيا من فوق، لا خالص، خليني انا والعربيه حته واحده. فحتى البوزيشن بتاع الكرسي محطوط صح ومدروس صح وملعوبه صح. دي بصراحه حلوه قوي في الهان، ومتذاكره كويس جدا. بالنسبه لقعده الكرسي نفسها، فالكراسي مريحه زي ما قلت لكم، الكراسي كلها فيها فنتليشن وفيها هيتنج وفيها كل حاجه، يعني مفيش حاجه ناقصه في القعده بتاعه BYD الهان. بالنسبه للاكسلريشن او ارقام بقى الاكسلريشن الحقيقيه، فانتوا عارفين احنا اي عربيه بنجربها هجيب لك الاكسلريشن الحقيقي، ماليش دعوه بالارقام اللي يحطوها الصينيين دي. فالعربيه دي الرقم الرسمي بتاعها 3.9، حقيقه هي العربيه وصلت معانا في اغلب الاحيان 4 او 4.2. انا هيطلع لكم دلوقتي اكسلريشن اكيرت متسجل لي الرقم الادق من اللي انا حتى بقوله على الشاشه عندك دلوقتي. فاكسلريشن لطيف جدا على الحجم ده، على الوزن ده، على الطول ده، اكسلريشن لطيف يعني ممتاز الاكسلريشن ده. بالنسبه للتوب سبيد فلا، هنطلع احنا هنعدي ال 170 مرتاحين جدا. يعني اختها الكبيره التانج كانت عدت معانا 170، تانج اكبر واتقل، والايروداينامكس فيها مش احسن حاجه، يعني مش زي الهان، لا الهان افضل شويه من ناحيه الايروداينامكس، ورغم كده عدت معانا ال 170 مرتاح. فاعتقد ال 500 حصان قادرين يحركوا الاثنين طن دول، يعدوهم ال 170 بكل بساطه وبكل سهوله يعني. فخليني اقول لك خلاصه التجربه واختصارا لكل الرغي اللي رغيناه ده، زي ما قلت في الانترو ان الهان بتعمل شويه حاجات، لما شويه حاجات في معادله صعب تحقيقها. يعني احنا عربيه باداء رياضي، في نفس الوقت تكون لاكجري وفخمه، في نفس الوقت تكون واسعه وكبيره، في نفس الوقت تكون فيها كواليتي بطاريات من الاروع والافضل في العالم، وهي بطاريات BYD البليد باتري، وفي نفس الوقت تكون سعر منافس. انا عارف ان كل دلوقتي مستني ايه السعر. بالنسبه للسعر، فالهان سعرها بيتراوح من 850 الف جنيه الى حد 1,050,000 1,060,000 حاجه في الرينج ده. الاسعار دي بعد الدولار، الزياده بتاعت الدولار الاخيره، وهي برضه هكتب لكم اسعار اكيوريت اكتر على الشاشه هتظهر لك دلوقتي. ده بالنسبه للاسعار. طب حد دلوقتي بيقول لي طب هي الاسعار دي كده رخيصه، يعني انت شايف مليون جنيه قليل؟ هقول لك يعني هو مليون جنيه قليل لما نيجي نشوف انت هتجيب ايه بمليون جنيه. يعني زي مثلا في بادجت معين مليون جنيه او 800,000 حتى يا سيدي، هتجيب بيهم ايه؟ يعني احنا عندنا المنافسين للهان معروفين وواضحين جدا. هتجيب ايه؟ هتجيب BMW مثلا 5 سيريز التوب لاين بتاعها بقى ب1,400,000، تمام؟ اوبشن مش هتقل عن هنا خالص، مش هتزيد عن هنا خالص، بلس ان انت اقصى هورس باور عندك 170 حصان، يعني انت لو قابلته على الطريق هتزعله جامد يعني. فدي مثلا دي BMW 5 سيريز. مرسيدس نفس الكلام، هنلاقي نفسنا بنتكلم في فروقات تتخطى 400,000، ده عربيه ثانيه اصلا، يعني 400,000 دول ده سعر عربيه ثانيه. طيب خلينا نخش في الكهرباء، اديني حاجه منافس الكتريك. تعال تسلا موديل اس هي المنافس الاول والصريح والواضح، وفي نفس الكاتيجوري بتاعت الهان. بكام تسلا موديل اس؟ هنلاقي نفسنا بنتكلم في من ستارت 1,700,000. فلما نيجي نتكلم بقى في الارقام دي هنقول لك، هتلاقيني بقول لك هتفهم وقتها ان الهان رخيصه. يعني الهان تعتبر دلوقتي لما نتكلم على الزوايا دي والحتت دي، لا الهان كان سعرها كويس، ولا انت شايف ايه؟ فالهان في الفئه في الكاتيجوري لا سعرها كويس. مش لازم لما نقول عربيه صيني سعرها كويس انها تكون ب 300,000 او 250,000 جنيه، لا هي سعرها كويس لان هي اوريدي بتنافس بشراسه. يعني الهان اول منافس ليها، الفرق بينه وبين سعر الهان 300-400,000. يعني ده سعر عربيه تانية، ده سعر عربيه زياده. نجيب هان ونجيب جنبها يوان بلس مثلا ولا حاجه. طيب BYD هان اللي احنا عاملين نتكلم عليها بقى لنا ساعتين دي، نعرف نجيبها منين او نعرف نجيبها ازاي؟ لو عايزين نشتريها، عايزين نشوفها، عايزين نعرف عنها معلومات اكتر، الحاجات دي نعرفها ازاي؟ بكل بساطه في ويب سايت اسمه eVSouq.com، ده اونلاين بلاتفورم كده عليه كل المستوردين وكل تجار على مستوى جمهوريه مصر العربيه. فتلاقي عليه هتلاقي فيه هان كتير، يعني هتلاقي فيه هان باسعار مختلفه على فكره من تاجر لاخر باوقات مختلفه. يعني بص هتلاقي فيه شويه تفاصيل كده انت تختار بينهم انسب حاجه ليك وانسب عربيه ليك، تختار انسب حاله ليك
وتبدا اوريدي تنفذ فيها. لو الهان عجبتك ولو وقع الاختيار بعد كل مباحثات ورايح جاي وكلام كتير، وقع الاختيار في الاخر على البي واي دي هان. ولو لقيت الموضوع صعب والدنيا مكلكعه ومحتار اكتر وفي معلومات كتير ناقصه، ففي هوت لاين دلوقتي تبع اي في اس، تعرف تكلمهم، تعرف تسالهم، تعرف تختار من القائمه التخصص اللي انت محتاجه، وهتلاقي حد دايما بيرد عليك وحد بيحاول يساعدك يوصل لك المعلومه اللي انت محتاجها. واخر حاجه بقى هقولها لك في الفيديو ده، ان انا كشخص انا معجب جدا بالبي واي دي هان وعجبتني جدا، وكوكتيل لطيف ومن احلى العربيات بصراحه اللي انا جربتها على المستوى العربيات الصيني او على مستوى العربيات حتى الاوروبيه والامريكي. يعني من افضل عربيات الكهرباء اللي انا جربتها، واتمنى يكون عندنا في البلد هنا هان كتير، عايزين هان كتير في مصر هنا، لان فعلا عربيه كويسه جدا، وهي عربيه تستحق انها تكون موجوده عندنا في الشارع. وبس كده يا سيدي، ده كان ريفيو تفصيلي لاول بي واي دي هان عندنا في مصر هنا، ويتمنى يكون الريفيو عجبك. وما تنساش بقى تعمل سبسكرايب ولايك وشويه الحاجات اللي بيقولوها دي، يعني انت قوم بالواجب. السلام عليكم.